يا صباح الفل او مساء الخير حسب انتوا صاحيين او نايمين. النهارده الحلقه يعني هي عنيفه شويه، فانتوا لو كنتوا في مود وحش بلاش نتفرج عليها دلوقتي. يعني انا بنصحكم. انا بدات القناه دي علشان هدف واحد بس، وهو مكتوب في البايو بتاعي، اني عايز اوصل لحد قاعد في اوضته زعلان، خايف، قلقان، حاسس انه لوحده في كل اللي بيحس بيه، مش عارف يتصرف ازاي. عايز حد يسمعه ويفهمه أكتر من إن حد ينصحه ويقول له يعمل إيه وما يعملش إيه. وأعتقد ده واضح جدا إن الحد ده اللي أنا بوجه له كل الرسايل هو أنا، في مرحلة مختلفة من عمري. بس الحمد لله لما القناة دي كبرت والفيديوهات بدأت تسمع، بقى في ناس كتيرة تحبني، ودي حاجة أنا سعيد بيها جدا. والفترة اللي فاتت أنا بدأت أركز هم عايزين إيه، الناس بتسأل عن إيه وأجاوبهم، الفيديوهات بتكون عشانهم هم، ونسيت أهم شخص أنا عملت كل ده عشانه أصلا، هو أنا. والشخص ده محتاجني دلوقتي أكتر من أي حد. وعندنا رسالة النهاردة من أدهم، أتمنى أعرف أرد عليها وما خذلوش. الرسالة هقرا. It's kinda cringe I know، بس this is me and this is who I am. يلا بينا. عزيزي أدهم، أنا بعمل كل حاجة وبديها كل مجهودي. أنا مش لاقي شغل بقالي كتير، وعملت كل حاجة ممكنة ولسه بعمل، بس مش لاقي نتيجة، وكأن الأبواب كلها بتتعمد تقفل في وشي. حاولت أعمل حاجة على جنب ودخلت في السوشيال ميديا شوية، فيديوهات هنا فيديوهات هناك، بس مفيش حاجة كفاية برضه. مفيش نتيجة. الناس بتحبني وأنا شايف حبهم، بس للأسف الحب مش كفاية إنه يضمن لي مستقبلي. دايرتي صغيرة في علاقاتي، بس مع ذلك شايفها بتتخلخل وما بقتش كويسة رغم محاولاتي إني أعدي أو أكبر دماغي أو إني أشوف الأمور من مجرى تاني. أنا بحاول، بس أنا تعبت قوي وحاسس إني ما بقتش قادر، حاسس إن الأمل بيخف، حاسس إني بعمل مجهود على الفاضي. إيماني بيرجع يضعف. مش عايز أتعامل مع بشر، عايز أقعد في البيت طول الوقت. ومع الإحساس ده بيجيلي إحساس إني لازم أتحرك، لازم أحاول. بس يا عزيزي أدهم، أنا تعبت. اكتئاب، دي أول جملة أو أول كلمة جت في دماغكم. بس لأ، ده مش اكتئاب، ده اسمه احتراق ذاتي أو احتراق نفسي، أو زي ما احنا بنقول كده في الجين زي بيرن اوت. ليه مش اكتئاب يا أدهم؟ لأنه ببساطة أول حاجة، احنا مين عشان نشخص الشخص ده باكتئاب ولا مش اكتئاب؟ أنا مين؟ ولا أنا دكتور ولا عالم. فاحنا مش اللي نقول ده عنده اكتئاب ولا ده ما عندوش اكتئاب، ولا او سي دي ولا بي بي سي ولا اتش دي. ده احتراق ذاتي، لأن أدهم أو الشخصية اللي سألت السؤال أموره كلها هتبقى كويسة لو المشاكل اللي عنده اتحلت، أو حتى لقى نتيجة في أي طريق هو بيمشي فيه. كده أموره هتتحل ويرجع يعيش حياة طبيعية. إنما مريض الاكتئاب ده ممكن تكون حياته زي الفل، بس هو عنده مشكلة جواه لازم يحلها. ممكن المشكلة دي تكون نفسية كمان، مش بسبب حد. فده مش اكتئاب، ده اسمه بيرن اوت. فتعالوا نتكلم عن الاحتراق الذاتي أو البيرن اوت ده، نتكلم عنه شوية ونفضفض فيه ونرغي، ونشوف هنحله ازاي، بس حلول منطقية مش بتاعة النت. انا ما بحبش حلول النت دي الاحتراق النفسي ايه هو علميا؟ انا جبتها من على النت. الاحتراق النفسي علميا هو انهاك جسدي وذهني بيحصل نتيجة ضغط مستمر او اجهاد مزمن في العمل. تعالوا بقى اتكلم عن الاحتراق النفسي او البيرن اوت من منظوري انا. استنى انا كاتبها برضه. الاحتراق النفسي من منظوري هو إنهاك جسدي وعاطفي وذهني بيحصل نتيجة ضغط مستمر أو استنزاف للطاقة في أي مجال من مجالات الحياة، مش بس الشغل زي ما الناس كلها بتربطه بالشغل. أي احتراق ذاتي أو بيرن أوت يبقى بسبب الشغل؟ لأ. أنت ممكن يجيلك احتراق أو بيرن أوت من علاقة أنت فيها، أو من صحاب، أو من أهلك، أو من شغلك، ده أكيد. أو ممكن كمان وأنت بتحقق حلمك، أو بسبب ضغوطات معينة. البيرن اوت ده ممكن يحصل بسبب، ركزوا معايا في الحتة دي معلش، أنا هتكلم كلام علمي في الأول وبعد كده هندخل بقى في الكلام بتاعنا اللي احنا بنحبه. الاحتراق الذاتي ده ممكن يحصل بسبب ضغط كبير في حتة واحدة بس، ماشي، أو من حتة واحدة بس، أو من جهة واحدة بس. أو ممكن يحصل بسبب ضغوطات صغيرة من حتت كتيرة أو من اتجاهات مختلفة. بس مشكلته إنه وانس إنه يحصل، أيًا كانت الجهة اللي هو جاي منها، فهو بيسمّع على كل حاجة. يعني إيه الكلام ده يا أدهم؟ خُش لنا بقى إيه في الكلام بتاعك وشعبُل لنا الدنيا شوية. إيه اللي أنا باقوله ده؟
يعني يا جماعة واحد شغله كويس وحياته كويسة جدًا، علاقته بأصحابه وأهله، بس عنده مشاكل مع مراته أو خطيبته أو أيًا كانت الحُب اللي في حياته، المشاكل دي بتضغط عليه كتير أوي، ما بتخلصش، بتاخد من طاقته، بتستنزف من طاقته بشكل مُريب، فجأة هيحصل له احتراق ذاتي. هنا الاحتراق الذاتي مش هيسمّع في العلاقة اللي هو فيها بس، لأ، ده هيسمّع في كل حاجة، في شغله، مع أهله، مع صحابه، هتلاقيه بيبدأ يضعف في شغله، ما يشتغلش زي الأول، تلاقيه يبدأ يأثّر مع الناس اللي حواليه، مش عايز يقابل ده، مش عايز يخرج مع ده، متعصّب دايمًا، قرفان دايمًا، حتى مش هيطيق يعمل الحاجات اللي هو عادةً بيحب يعملها. طب واحد تاني جاله burn out بسبب شغله، ده بقى هيسمّع في شغله، في علاقته بأهله، بنَفْسه، وأصحابه، وحبيبته، وكل حاجة. أنتم فهمتوا بقى الدنيا ماشية إزاي؟ الburn out برضه ممكن يحصل لك لو أنت حياتك كلّها جميلة، بس عندك صديق أو صاحب من الناس السلبية، كل ما تخرج معاه شكوى، شكوى، شكوى وسلبية بشكل رهيب، أي خروجة ينتهزها علشان يلقي عليك سلبيته، فده ممكن يجيب لك احتراق ذاتي، لإنه بيستنزف طاقتك بشكل مريب. أو كمان ممكن ييجي لك بسبب إنك الtherapy بتاع العالم كله، عمّال تسمع من ده وتحل مشاكل ده وتكون واقف مع ده. وفعلًا في ناس كتيرة عندها الattitude اللي هم أنا لازم أنقذ، لازم أساعد، حتى لو مش مسؤوليته، لأ هو لازم يعمل كده، حتى لو هييجوا على حساب نفسهم، فده بيستنفذ طاقتهم واحدة مرة ورا التانية، وبيجيب لهم احتراق ذاتي. أو كمان ممكن ييجي لك احتراق ذاتي بسبب إنك عمّال تحوّش وتأجّل مشاعر، حاجات المفروض تعملها ما بتعملهاش، لحد ما تخنقك من جوّه وتستنزف طاقتك من جوّه وتجيب لك احتراق ذاتي، ودي النقطة دي هنتكلم عنها في آخر الحلقة، خليكم معايا للآخر. فالملخص إن أي حاجة بتستنزف طاقتك بشكل كبير وغير صحّي هتجيب لك احتراق ذاتي. كده بقى فهمنا يعني إيه احتراق ذاتي وبييجي إزاي. تعالوا بقى نشوف تأثيره علينا، لإن في ناس بتتعامل معاه كإنه دور برد وبيعدّي. ماشي، بس عايزكم هاقول لكم شوية تأثيرات، وعايزكم تركّزوا في آخر واحدة هاقولها، لإن هي أهم واحدة. أنا حطيتها آخر واحدة مش عشان بُصّوا أنا باجذبكم بقى للمتابعة والمشاهدة، أنا بس حطيتها عشان ترتيب الحلقة، عشان أنا هابني عليها حاجات بعدين. أول تأثير، الاحتراق الذاتي إن لم يُعالج بشكل صحيح هيتحول لاكتئاب. أنت ما عندكش طاقة تعمل حاجة، ما عندكش طاقة تكلم حد، قاعد في البيت منعزل، مش طايق نفسك، قاعد لوحدك، أو بمعنى أصح قاعد مع أفكارك ومخاوفك لوحدك. صراع رهيب بين إنك عايز تقعد على السرير ما تخرجش ما تكلمش حد وفي نفس الوقت عايز تقوم تتحرك عشان تمارس مسؤولياتك في الحياة لأنك لازم تعيش. واحدة واحدة ده هيكبر ويتحول لاكتئاب. تاني حاجة صحتك، ده وش هيأثر على صحتك، لأن حضرتك مثلا لو كنت من الناس اللي ما بياكلوش لما يكونوا زعلانين فأنت هتخس، هتتعب، جسمك هيقل وأيا كانت الأمراض اللي بتصاحب الموضوع ده هتجيلك. أنت بقى لو كنت زيي بتاكل بشراهة لمّا تزعل، فأنت هتتخن، هتفشول، أيًا كان اللي هيحصل لك هيكون في ضغط ومسؤولية كمان إنك دلوقتي جسمك باظ ولازم عليك تصلّحه، فده ضغط ومسؤولية هيسبب لك مجهود وهياخد من طاقتك أكتر. تالت تأثير مسؤولياتك هتبدأ تزيد، هتتحول لأعباء، لإنك أنت مش بترتاح، أنت واقف مكانك ثابت والعالم بيتحرك حواليك، فلمّا تنوي تتحرك وتطلع، هتلاقي إن في حاجات كتيرة أنت كنت سايبها وحاجات كتيرة وأنت ممكن تكون مأجلها، فبقت أعباء عليك، شغلك بقى، دراستك، علاقاتك، حتى أنت لمّا بتخرج من مدة تلاقي نفسك بقى تعتذر لده وأنا آسف والله أنا اختفيت شوية، أنا قعدت شوية مش عارف إيه، المشاكل اللي في الشغل، أنت كنت فين، أنت بتعمل إيه، دراستك اللي اتأجلت حطِّت عليك في الآخر، كل ده تأثير الاحتراق الذاتي. رابع حاجة وآخر حاجة هي دي اللي باقول لكم عليها، أنت ممكن تعتاد الاحتراق الذاتي وسيلة للنجاة، وسيلة بتخلّصك بشكل مؤقت من الضغط اللي أنت فيه، يعني كل ما يحصل لك مشكلة أو ضغط هتقوم واخد نفْسك وقافل على نفْسك في القوقعة بتاعتك، أي حد يكلمك لأ أنا باحب أقعد لوحدي، لأ ما باحبش أكلم حد، وأنت بتبقى لوحدك فعلًا بس مش بتحل حاجة، أنت واقف بس مش بتعمل حاجة. فاعتياد الاحتراق الذاتي هو إنك تكون موافق إن كل التأثيرات دي وأكتر لمّا أكون أنا يعني عارفها أو عالم بيها، موافق إنها تتطبّق عليك كل مرّة على فترات كتيرة من حياتك، لإن في ناس دلوقتي كده، ناس تقول لك أنا أحب أقعد لوحدي، ما أحبش أكلّم حد، لمّا تحصل لي مشكلة أنا هاقعد لوحدي أقفل على نفسي لحد ما أفوق وأقوم راجع تاني إيه، أتعامل مع البشر. ماشي، كده اتكلّمنا عن الاحتراق الذاتي واتكلّمنا عن تأثيره علينا، تعالوا بقى نتكلّم في الحلول. وأنا هاقول لكم الحلول، ورقة وقلم معايا يا ست الكل. أول حاجة إنك تفصل عن أي حد أو أي حاجة بتستنزف طاقتك، تاني حاجة تاخد أجازة من الشغل
وتسافر كده في حتة تدلّع نَفْسك، تفصل بقى تريّح وتتفسّح يا ولا دلّع نَفْسك، سِد الشارع. تالت حاجة، تالت حاجة هي إنّك تبعد عن الناس كُلّها، تقعد مع نَفْسك، تمارس هواياتك، تقرا كتاب، الكلام ده يعني. رابع حاجة، ترمي كل اللي أنا قُلته في الزبالة عشان ده الكلام ده غلط، غلط وما ينفعش يتعمل، ده غلط والله غلط كبير. أنا قعدت فترة أتفرّج على الفيديوهات بتاعة الاحتراق الذاتي على السوشيال ميديا، الناس بتدّي حلول مؤقتة، سافر، اتفسّح، خُد أجازة، اعمل حاجة بتحبها، حلول كده اللي هي أي حاجة وخلاص، بتشعبُل لي الدنيا معاك. ده فكّرني بقصة تعالوا أحكي لكم عليها. معلش بقى أنا حابب أمسك المايك، استنوا. كان في حوض سمك ضيّق وصغير ومعفّن ومليان سمك، ففي سمكة منّهم موجودة كانوا العلماء هم اللي بيركّزوا عليها، السمكة دي بدأت تضعف، تقِل، أكلها ما بقاش زي الأول، يا دوبك تروح تاكل وتقوم راجعة تاني، ما بتتحرّكش من مكانها من كتر التعب والمجهود، بس هي عايشة وكل حاجة، لكن ثابتة وخلاص ما بتعملش حاجة تانية غير إنّها ثابتة وبتاكل وبتنام وخلاص. خدوها وودّوها لحوض سمك تاني كبير وواسع ونضيف وفيه كل الرفاهيات. السمكة كبرت، تخنت، الروح اتردّت لها زي ما بنقول، وتجري وتلعب وتتنطّط وتاكل وتتعرّف وتتزاوج وكل حاجة. بعد كده قاموا واخدينها تاني رجّعوها للحوض الوِحِش اللي كانت فيه. ما خدتش أيام واتّكلت على الله. الناس بقى اللي بياخدوا أجازة ويفصلوا كام يوم مع نَفْسهم دول بالضبط عاملين زي السمكة، لإن هُم بيرجعوا تاني، هُم ما حلّوش حاجة، هُم بعدوا شوية عن المشكلة، خدوا break وقاموا راجعين لها تاني. فلأ طبعًا السفر والفصلان والbreak اللي بتاخدها ده مش حَل، ده هروب. الاحتراق الذاتي خُلِق علشان يقول لك في مشكلة في حياتك قوم حلّها، مش سيبها وسافر اقعد في شرم 3، 4 أيام. قوم عالجها، شوف إيه بياخد من طاقتك وحاول تحلّه، حاول بكل ما أمكنك من قدرة إنك تحلّه ولو ما حلّيتوش تبعد عنه، خلاص ده الحل الوحيد إنك تبعد عنه، إنك إنك تستمر في حاجة بتستنزف طاقتك فدي إهانة ليك وحاجة هتوديك في داهية من الآخر، وهي ما لهاش فايدة في حياتك لو بتستنزف طاقتك يبقى تبعد عنها. بس تعالَ لي هنا الأول، إنك تحاول تحِل دي حاجة إلزامية، يعني لو في علاقة تحاول تحِل، لو في موقفٍ ما تحاول تحِل، لو في شغل تشوف إيه المشكلة وتحاول تحلّها. ليه؟ مش عشان الطرف التاني، ده عشانك أنت، عشان في المستقبل لمّا تكون قاعد مع نفسك كده وبتفكّر طَب أنا ما حاولتش، طَب أنا ما عملتش، طَب أنا كده هربت، طَب أنا كده ندمان، التفكير ده يروح نهائي، لإنك حاولت فعلًا وسدّيت أي حاجة تفتح لك التفكير ده. يبقى عرفنا إيه أول حل من حلول الاحتراق الذاتي، هو إن إحنا نحط إيدينا على المشكلة ونحاول نحلها. لو المشكلة كانت في علاقة من علاقاتنا أصحاب، أحباب، أي حاجة، نقعد ونتكلم ونطلّع اللي في قلبنا، نتعاتب، نتخانق بقى whatever اللي أنت عايزه. أنا باحاول عشانك كتير، أنت ليه ما بتعملش حاجة عشاني؟ أنت مش جنبي ليه زي ما أنا متوقعك تكون جنبي، زي ما أنا باكون جنبك؟ أنت مش بتأدي دورك كصديق والّا كحبيب والّا كأيًا كان ليه زي ما المفروض دورك تأديه معايا؟ عايز أفهم السبب. اتكلم، شوف الطريقة اللي أنت ممكن تحارب بيها الموضوع، حتى لو في طريقة أنت ممكن تشوف نفسك إيه، لأ ده أنا over ده أنا مكبّر المواضيع، خلاص ممكن أعدّي، لو أنت لقيت نفسك ممكن تعدّيها عدّي، كبّر دماغك، ما ده حل برضه، خلاص استنفذت كل حلولك وما فيش حاجة نفعت، يبقى إيه، اتكل على الله وتمشي. لازم تعرفوا إن العلاقات لازم يكون فيها مشاكل، والمشاكل دي أحلى حاجة في العلاقات، لإنها بتعرّفنا حدود الناس التانية ومشاعرهم وأفكارهم وإزاي نصالحهم وإزاي نراضيهم وإزاي ما نعملش حاجة تزعّلهم، كل دي حاجات حلوة للمشاكل. لكن في مشاكل تانية بتتعب، بتستنفذ، بتخنقك، بتحسسك إن يوه الشخص ده تاني، ييه أنا هادخل في الموضوع ده تاني، ده بقى اللي المفروض تبعد عنه، ودي مش حاجة وحشة. ده أنت كده بتنقذ نفسك وبتساعد نفسك. السؤال بقى اللي هييجي لي في الcomments، طب يا أدهم أهلي هم السبب، أهرب منهم إزاي وأبعد عنهم إزاي؟ هنا بقى أنت مُجبر، ما أنت مش هتعرف تغيّر، مش كلنا بنعرف نغيّر أهلنا أو حتى نهرب أو نبعد، إحنا قاعدين في البيت معاهم. يبقى بكل بساطة وأيوه بكل بساطة تشوف إيه بيستنفذك منهم، تاخد بعضك وتبعد عنه خالص. نقاشات حادة ما تتناقش، عِند، أنا عارف إن أغلبنا بيحب يعند مع أهله، لأ إزاي، طب أنا عايز، عدّي الدنيا، عدّي الدنيا عشان تريّحهم وتريّحك أنت كمان،
اسمع كلامهم، هم خلاص أهلك، وبرضه وفي وقت من الأوقات أنت هيكون ليك حياة لوحدك، غصب عنك وغصب عنهم لازم هيكون ليك حياة لوحدك. عدّي الدنيا، شعبُولي الدنيا، ريّح نفسك، اختار نفسك. أنا عارف إن في ساعات حاجات بتستفزنا، حاجات بتعصبنا، بس أنت لو بصيت لها من ناحية إن هم خلاص مش هيتغيّروا، يعني ما فيش حل، وإن أنا حاولت أتكلّم معاهم برضه ما فيش حل، خلاص، خلاص أريّح دماغي، أنا محتاج أنقذ نفسي ما تعبنيش من الحتّة دي. كنت باتكلّم مرّة مع واحد صاحبي في موضوعٍ ما، ولقيته بيقول لي: "أنا ما باتكلّمش مع أهلي في الموضوع ده." فأنا استغربت، لإن الموضوع ده كبير ومهم، فإزاي ما بتتكلّموش مع أهلك؟ قال لي: "بُص، إحنا لمّا بنفتح الموضوع ده كُلّنا بنقلب على بعض، وبتبقى في مشاكل في البيت قد كده، وبنتخانق وبنبعد وبنقطع، وأنا باحبهم. فأنا عملت إيه، عشان أحافظ على حُبّي ليهم وحُبّهم ليّا ونبعد عن المشاكل، أي حاجة بتlead أو بتؤدي للموضوع ده أنا باقطعها، ما بنتكلّمش فيه خالص، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه وكل واحد مرتاح في الحتّة دي وخلاص، والدنيا زي الفل و10 على 10." طب ما أهو، هو اختار نَفْسه، اختار ما يستنفذش طاقته وطاقة أهله كمان. فحتى مع الأهل أنت ممكن تحمي نفسك من الاستنزاف أو الاحتراق الذاتي. الشغل بقى ضغط، توتر، قلق، مستعجل، متأخر، مخصوم لي، مشاكل مع المدير، ده العادي، ده العادي بتاع الشغل، وكمان ده الممتع فيه، إن هو عارف لو كنت شغال طول الوقت على رتم واحد هتزهق. في ناس بتشتغل من البيت ما بتتعاملش مع حد، بييجي لها التاسك تنفذه بيزهقوا، وعلاقاتهم بالدنيا بتقل. ماشي، فدي حاجة حلوة، دي متعة الشغل. بس في شغل بقى بيسلب حياتك، في شغل بيأثّر عليك تأثير جامد، المشاكل اللي جوّاه بتأثّر على حياتك برّه الشغل، مش جوّه الشغل بس. وكمان الشغل احتراقه الذاتي بيبان على جسمك، بتتعب، تلاقي نفسك كل شوية متعلق لك محاليل، مُغمى عليك، مصدّع، جسمك وجعك، بتبان يعني. وحتّة ضغط الشغل دي خدوا بالكم إحنا برضه ساعات بنيجي على الشغل الصراحة. يعني أنا هاقول لكم حاجة، أول يوم اشتغلت فيه ماشي، كنا team وبنتدرّب. أول يوم في بنت عيّطت وقامت واخدة بعضها ومشيت، ما قدرتش تستحمل. بعدها بكام أسبوع واحد تاني من الteam بتاعنا برضه قال أنا مش قادر، أنا ماشي، وراح اشتغل نفس الشغلانة في شركة تانية، بس هو دلوقتي مبسوط جدًا، هو ما قدرش يتحمل الضغط بتاع الشركة دي بالذات ومشى. أنا بقى قعدت أستنزف وأعيّط وأصيح 7 شهور، بس الحمد لله طلعت بحلقة جميلة أهو عن الاستنزاف الاحتراق الذاتي. فالموضوع هنا متنوع، يعني إيه، نسبي. مش كل الناس بتحس بالضغط في كل الأشغال، يعني ممكن أنا أكون حاسس بضغط في الشغل ده غيري مش حاسس. فأنت محتاج تدّي فرصة برضه للشغل بتاعك وتحاول تحل الموضوع، تشوف المشكلة من عندك أنت والّا من الشغل نفسه. تعالوا بقى نحل مشكلة أدهم بعد ما اتكلمنا عن الاحتراق العاطفي، نفصّلها كده ونحلها. أدهم أكيد عنده احتراق ذاتي، خلاص إحنا اتفقنا. هو قال شوية حاجات، الشغل، السوشيال ميديا، العلاقات اللي في حياته، والحاجات التانية اللي هو ما قالهاش كمان، الله أعلم إيه هي، أنا عارف. بس اللي هو مش واخد باله منه إن الاحتراق الذاتي اللي في حياته مش بسبب الحاجات اللي هو قالها، هو بسبب حاجات هو مختزلها جواه ومش راضي يحلها. زي إن أدهم حصل له مشكلة كبيرة في حياته، والشخص اللي كان متوقعه يكون جنبه اللي هو صاحبه حد قريب منه ما كانش موجود. هو يعرف بس ما اهتمش، ما بيسألش، ما بيتعاملش. ولما أدهم حاول يجيب الموضوع بشكل من بره كده شوية بشكل سطحي، الشخص ده قال له معلش نسيت، حقك عليا، وخلاص الموضوع كده خلص. أدهم هنا خبى المضايقة دي جواه واختزلها، وقرر إن هو يتعامل عادي مع صاحبه ده ولا كأن حصل حاجة، مع إنه متضايق وزعلان جدا. مشكلة أدهم التانية إن هو خايف من بكرة وعمال يخطط له بشكل مرعب، مع إن مفيش حد في الدنيا دي مهما كان ناجح عارف إيه اللي هيحصل بكرة. فدي قلة إيمان بربنا من أدهم. أدهم خايف إنه ما يلاقيش شغل أكتر ما هو بيدور على شغل أصلا، يعني خوفه غالب الأكشن اللي بياخده. أدهم برضه عنده مشكلة تانية على السوشيال ميديا، إن هو من ساعة ما بدأ وهو بدأ يقارن نفسه بناس أحسن منه، ناس إمكانياتها أعلى، ظروفها أحسن، إن هم يعملوا حاجات ويوصلوا للناس أكتر، وده خلاه يحس إن شغله قليل ويشوف نفسه مش كفاية. كل الحاجات دي هو ما حلّهاش وسايبها جوّاه، فبتنعكس على حياته وبتخلّيه يشوف الحقيقة بشكل غلط، وده اللي بيزوّد احتراقه الذاتي وفقدان شغفه تجاه كل حاجة. يعني مثلًا تعالوا إحنا بقى إيه، نقول الحقيقة. أدهم شايف إنه مش لاقي شغل لإن هو مش كفاية ومش مقبول، بس في الحقيقة أحسن من أدهم ومش لاقيين شغل، أجمد من أدهم ومش لاقيين شغل. نفس الناس في البيئة بتاعة أدهم وغيرها برضه بيدوّروا على شغل ومش لاقيين. في ناس زي أدهم هم مش عارفين هم عايزين إيه من الدنيا أصلًا، هو يمكن حَط إيده على شوية حاجات لكن هم لسه مش عارفين أي حاجة.
يعني من الآخر في ناس كتيرة زيه، هو ولا وحش ولا متأخر ولا أي حاجة، بس خوفه مبين له عكس ده، وده ضاغط عليه ومزود فقدان شغفه واستنزاف طاقته. السوشيال ميديا هو شايفها قليلة، شايف نفسه مش كفاية، شايف نفسه مش بيعمل إلا عليه، بس الحقيقة إن أدهم بيصور بكاميرا تليفونه في أوضته، في الصالة، في المطبخ، وميكروفون بسيط جدا. مع ذلك عنده كم من المتابعين مش قليل خالص الحمد لله، وبيزيد، والناس بتكلمه تقول له يا أدهم اعمل فيديوهات، احنا بنحبك، احنا بنتفرج عليك، بنستناك يا أدهم، احنا عايزينك. وبتشجعه، الناس بتشجعه، الناس بتدخل تكتب له رسايل: انت يا ادهم غيرت تفكيرنا، انت يا ادهم غيرت حياتنا. الناس بتتصور وهم بيتفرجوا على الحلقات بتاعته وبينزلوها على النت. الناس بتتكلم عنه في الفيسبوك، بتتكلم عنه في التويتر، وهو بالصدفة كمان بيعرف الحاجات دي، رغم ان هو مش شغال على الفيسبوك ولا على تويتر، ما بيتعاملش معاهم اصلا. كل ده ادهم عمره ما هيشوفه. ليه؟ لأن هو مش شايف نفسه كفاية بسبب المقارنات الغير صحية اللي بيعملها مع الناس التانية اللي على السوشيال ميديا، وإن هو شايفهم أحسن منه. ده هيعمل إيه؟ هيخليه يفقد شغفه أكتر من الموضوع، هيخليه يستنزف ويحس إن كل حاجة بيعملها ملهاش فايدة، ويجيله احتراق ذاتي، ويقعد بقى ما يكتبش حاجة، ما يعملش فيديوهات، يقعد على السرير يعيط ويزعل. الحقيقة هنا يا جماعة صعبة شوية. أدهم مش محترق نفسيًا بسبب الحاجات اللي حواليه، أدهم محترق نفسيًا من جواه، ولو ركزنا شوية هنلاقي إن في حاجات طبيعي في حياتنا إنها تحصل، وطبيعي في حياتنا إنها تضغط علينا، بس إحنا مش قادرين على ضغطتها، مع إنها حاجة طبيعية جدًا. ليه؟ لإن الاختزال والمشاكل اللي جوانا ماليين الدنيا، زاحميننا، فإحنا مش قادرين على تَكّة حتى، رغم إنها ممكن تكون تَكّة عادية جدًا، فإحنا بقى بنفتكرها إن هي إيه، احتراق ذاتي من برّه، ضغط زيادة من برّه. وفي الآخر حابب أوجه رسالة لصاحب السؤال: عزيزي أدهم، أنا باحبك أوي، اللي أنت بتمُر بيه ده طبيعي، وأنت مش مختلف، أنت مش لوحدك، بالعكس، أنا عملت الفيديو ده وكتبته ونزّلته على السوشيال ميديا عشان الناس تتفرّج وتتفاعل، وتعرف إن في ناس كتير أوي بيحسّوا بنفس إحساسك وبيفكّروا بنفس تفكيرك. الحاجة الوحيدة المشتركة بينكم كلّكم إنكم مش مُدركين الفكرة، مش مُدركين ما وراء الموضوع، وبما إنك أدركته دلوقتي يبقى تقدر تعدّيه زي ما في ناس كتير عدّته. روح صلّح علاقتك بربنا عشان خوفك من المستقبل هيزعّل ربنا منّك. روح اتكلّم في اللي مزعّلك من أصحابك وطلّع كل اللي جواك، وأهو لو اتحرجت أو المشكلة ما اتحلّتش أو زادت أو أي حاجة أنت خايف منها حصلت، يبقى على الأقل عرفت إن ده مش الشخص المناسب إنه يكون في حياتك أو في دايرتك القريّبة. بطّل تقارن نَفْسك بحد، واعرف إنك وصلت لمكان كويس لوحدك من غير ولا حاجة، من غير ما حتى حد من القريبين يشجعك أو يقف جنبك. وصلت لحتة الناس بتدفع فيها فلوس عشان يوصلوا لنص اللي انت وصلت له ببلاش. سلامي الهاني دبدوبك العزيز. يا ريت ندور على الحاجات اللي بتستنزف طاقتنا من جوانا الأول، وبعدين نشوف ايه اللي بيحصل برانا. شكرا جدا وأتمنى لكم يوم سعيد.